لما يسألوك أنت من وين ما في داعي تقلن إنك من اليمن. ارفع راسك، قلن أنا من أرض الرجولة والعزة والكرامة، من أرض الصمود والنخوة والشهامة. خليها تبرق وترعد. كنت مش قادرة أتصور مهارة السائق اليمني. بقولك الإنسان اليمني ده إنسان عجيب، في إزاي السحاب تحتي وإزاي الوادي سحيق. الله. أنا كنت خايفة بالفعل، يعني أخذت السيارة وذاهبة إلى تعز، مدينة أخرى. يعني لم يكن يخطر في بالي أو لم أكن أعرف أن تعز تستغرق هذه الرحلة من المغامرة. فاتفاجئت وخفت، كنت خائفة لأن أنا مش متعودة على هذه الجبال. يعني طرق معلقة فوق الجبال والسحاب تحتك. إزاي كده؟ إزاي السحاب تحتي وإزاي الوادي سحيق. الله. أنا كنت خايفة بالفعل، يعني نكيل سمارة وجاري دوار، حقيقي جاري دوار، ويعني جري شوية تنفس، ضيق في التنفس فظيع، لأن انت بتطلع بيبقاش في أكسجين. صحيح. للفترة الأولى لم أستمتع لأن كنت خائفة، وكنت مش قادرة أتصور مهارة السائق اليمني. بقولك الإنسان اليمني ده إنسان عجيب، في بقول لك ايه، يعني لا انسان يستطيع ان يقهر الصعاب يعني. فانا كنت خايفه جدا. وادي كم متر، كام مش فاكره، يمكن 1000 متر 1500 مش قادره. وادي سحيق واخضر. اخضر يعني شيء، يا ربي ازاي ده هذا الجمال. طبيعه ساحره مخيفه. طيب ما هو بقول لك الانسان اليمني تشكل من الطبيعه دي. الإنسان اليمني يعني لازم تعمل له حساب. هذا العند يعني أنا بقول الإنسان اليمني، الجبال العالية دي قوي المخيفة دي، الذي استطاع هو أن يقهرها ويبني بيوت. ده أنا شفت جبال يمكن فيها قلاع غريبة محفورة جوه الجبل. إزاي الإنسان اليمني عمل كده بدون آلات تكنولوجية؟ ازاي؟ ده انسان لازم تعمل له حساب. قوة، عند، شموخ، اصرار. عشان كده لا احد يستطيع ان يهزم اليمن مهما يكون. الله. الحقيقة والله بجد. ما هو الانسان بيتشكل ايضا من بيئته. فبيئة اليمن بيئة شكلت انسان متفرد. الانسان اليمني متفرد. فذهبت إلى تعز من خلال هذه الرحلة الجميلة. طبعا بعد فترة وعدت منها والعودة كانت منها إلى صنعاء. طبعا يعني طبعا الخوف فضل مصاحبني، الخوف والاستغراب والاندهاش. أنا لم أتعود، يعني شفت جبال في لبنان، طبعا في جبال جميلة جدا، ويمكن اللبناني لو جه اليمن برضه هيندهش من علو الجبل. صحيح. ومن حدية الجبل ومن الوديان والشلالات يعني جبال اليمن غير. جبال اليمن غير جبال أوروبا، غير جبال العالم العربي، غير جبال حاجة تانية. فذهبت بقى لتعز، أيضا تعز جميلة جدا. وهناك جبل صبر وقلعة القاهرة كذلك. أيوة. بالإضافة قبلها إلى صنعاء وما تحويه جبالها، يعني أعلى قمة في الوطن العربي قمة جبل النبي شعيب، أي في بني مطر. لله درك وما أجملك وما أجملك أستاذة، وما أجمل هذا الوصف الدقيق وهذه المحبة الصادقة النقية الحميمية الذي نقلتنا من خلالها ومن خلال صوتك الدافئ إلى يعني الآن وكأننا نعيش هناك ونستذكر نحن اليمنيين تلك الطبيعة الساحرة ربما التي يجب